هو رجل عندما مات فرحت كل أوروبا لموته. حينما مات جلسوا على قبره يرقصون ويتناولون الخمور، فقال أحدهم: والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا واحدا على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار. إنه ليس صلاح الدين الأيوبي، ولكنه شخصية عظيمة يجهلها الكثيرون. من هو إذن؟ إنه الحاجب المنصور الذي لم يسمع عنه الكثيرون. إن التاريخ من يتحدث عنه وليس أنا. حينما مات القائد الحاجب المنصور فرحت كل أوروبا بخبر موته، وبلاد الإفرنج كلها، حتى جاء القائد ألفونسو إلى قبره ونصب على قبره خيمة كبيرة وفيها سرير من ذهب فوق قبر الحاجب المنصور، ونام عليه هو وزوجه ينتشيان لموت قائد الجيوش الإسلامية في الأندلس وهو تحت التراب. قال ألفونسو: أما تروني اليوم قد ملكت بلاد المسلمين والعرب وجلست على قبر أكبر قادتهم؟ فقال أحد الموجودين: والله لو تنفس صاحب هذا القبر لما ترك فينا واحدا على قيد الحياة ولا استقر بنا قرار. فغضب ألفونسو وقام يسحب سيفه على المتحدث حتى مسكت زوجته ذراعه وقالت: صدق المتحدث، أيفخر مثلنا بالنوم فوق قبره؟ والله إن هذا ليزيده شرفا، حتى بموته لا نستطيع هزيمته، والتاريخ يسجل انتصارا له وهو ميت. قبحا بما صنعنا، وهنيئا له النوم تحت عرش الملوك. الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر العامري ولد سنة 326 للهجرة بجنوب الأندلس. دخل متطوعا في جيش المسلمين، وأصبح قائد الشرطة في قرطبة لشجاعته، ثم أصبح مستشارا لحكام الأندلس لفطنته، ثم أمير الأندلس وقائد الجيوش. خاض بالجيوش الإسلامية أكثر من 50 معركة انتصر في جميعها، ولم تسقط ولم تهزم له راية. وطئت أقدامه أراضٍ لم تطأها أقدام مسلم قط. أكبر انتصاراته غزوة ليون، حيث تجمعت القوة الأوروبية مع جيوش ليون، فقتل معظم قادة هذه الدول وأسر جيوشهم، وأمر برفع الأذان للصلاة في هذه المدينة الطاغية. كان يجمع غبار ملابسه بعد كل معركة وبعد كل أرض يفتحها، ويرفع الأذان فيها، ويجمع الغبار في قارورة. أوصى أن تدفن هذه القارورة معه لتكون شاهدة له عند الله يوم يعرض للحساب. كانت كل بلاد الغرب تكن له العداء الشديد لكثرة ما قتل من أسيادهم وقاداتهم. لقد حاربهم 25 سنة مستمرة قتالا شديدا لا يستريح أبدا ولا يدعهم يرتاحون. كان ينزل من صهوة الجواد ويمتطي جوادا آخر للحرب. كان يدعو الله أن يموت مجاهدا لا بين غرف القصور. وقد مات كما يتمنى، إذ وافته المنية وهو في مسيره لغزو حدود فرنسا. مات في 60 من عمره، قضى منها أكثر من 25 سنة في الجهاد والفتوحات. ذهب المنصور إلى لقاء ربه، وسيبقى اسمه خالدا مخلدا مع أسماء الأبطال في تاريخ المسلمين. وكانت نيته فتح مدن فرنسا الجنوبية من خلال اختراق جبال البيرينيا. فهل عرفتم لماذا أقام ألفونسو قائد الإفرنج خيمة على قبره الآن؟ لقد استشهد وفي جيبه قارورة تحمل غبار معارك وفتوحات المسلمين. استشهد وجسده يحمل جروح المعارك التي خاضها لتشهد له عند الله. فقد كان كل همه أن يلقى الله ومعه ما يشفع له.